السلام عليكم وكل عام وأنتم جميعا بخير. رجعت لكم بعد سنين من الغياب قضيتها في دراسة التغذية السليمة. وحشتوني. اللي عنده أي مشكلة في التغذية أنا معاكم. وبالنسبة للمنهج العربي والدين، نبدأ بشرح الدروس ولا نحل على طول؟ ودلوقتي معادنا مع أولادي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية للترم الثاني عام 2026، وهنحل مع بعض إجابة تدريب التقييمي الأول نموذج ألف وباء الموجودين في كتاب ملحق الامتحان. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ونموذج ألف السؤال الأول من نص سفينة نوح عليه السلام. النص حفظ والتلاوة بصوت فضيلة الشيخ سالم عبد اللطيف السباغ إمام وخطيب، جزاه الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صدق الله العظيم. ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. المراد بتبتئس، تيأس ولا تحزن ولا تتشائم ولا تغضب؟ الإجابة المراد بتبتئس تحزن. 2. مضاد سخروا، استهزأوا ولا ساندوا ولا احترموا ولا اهتموا؟ الإجابة مضاد سخروا احترموا. 3. جمع وحي، الإجابة وحي ولا وحاه ولا واحون ولا إيحاءات؟ الإجابة جمع وحي وحي. بما أخبر الله تعالى نبيه نوح عليه السلام وبما أمره؟ الإجابة أخبر الله نبيه نوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومه أكثر من الذين آمنوا، وأمره بصنع سفينة لتكون وسيلة نجاة للمؤمنين والكائنات الحية. ولو ذكر نهي هنقول نهاه عن الحزن ومخاطبته في أمر الكافرين والظالمين. جيم، وضح نوع الأسلوب في قوله تعالى فلا تبتئس وبين غرضه. نوع الأسلوب نهي وغرضه النصح والإرشاد. د، أكمل ما يلي. 1. إنهم مغرقون، علاقتها بما قبلها. ارجع للآية كده هتلاقيه بيقولك لا تخاطبني في الذين ظلموا. ليه؟ لأنهم مغرقون. يعني لما تلاقي عندك إن وقعت بين جملتين تبقى تعليل. 2. ملأ، جاءت نكرة لتفيد التحقير. 3. بأعيننا ووحينا، تعبير يدل على حفظ الله ورعايته لسيدنا نوح أثناء صنع السفينة. ودلوقتي معادنا مع إجابة قطعة النحو. تعالوا نشوف ازاي بنحل النحو بأسهل طريقة. وخد بالك من النحو يا يرفعك لسابع سما يا ينزلك لسابع أرض. لازم تركز قوي في النحو. وامسك الكلمة بتاعتك زي ما تعودنا واسألها انت نوعك ايه، اسم ولا فعل ولا حرف ولا ظرف. وتعود دايما تجزأ القطعة بتاعتك. عند الفصل حط علامة، عند النقطة حط علامة، في بداية ونهاية الجملة بنحط علامة عشان نعرف بداية ونهاية كل جملة، ونعرف نوع الجملة هي جملة اسمية ولا جملة فعلية، وده بيسهل علينا كتير. زي ما قلنا امسك الكلمة بتاعتك واسألها انت نوعك ايه. مش عارف، حط للكلمة ألف ولام، قبلت الألف واللام تبقى اسم، ما قبلتش تبقى فعل. وعينك على اللي قبلها. عندي في القطعة هنا بيقول في حياة كل منا شخص عزيز لا سبيل إلى نسيانه، وحطيت لي خط تحت كلمة شخص. شوفي الكلمة نوعها ايه.
مش عارف زي ما قلنا حط لها ألف ولام تبقى الشخص، قبلت الألف واللام تبقى اسم. عينك على اللي قبلها، شوفوا الجملة بدأ عندك بجر ومجرور. في ايه؟ حياة. حياة هنا خبر شبه جملة مقدم. واعرف القاعدة دي وسجلها في الكراسة بتاعتك. احنا متفقين ان في كراسة للنحو بنسجل فيها القواعد والثوابت الإعرابية وأي معلومة، ودايما بنراجعها لأن النحو ممتد معانا على طول. القاعدة بتقول لو جالك المبتدأ نكرة أو اسم إن وأخواتها أو كان وأخواتها، زائد كمان الخبر جالك شبه جملة، يعني ممكن يجي لك خبر شبه جملة جر ومجرور أو ظرف، لازم الخبر ده يتقدم، ولازم المبتدأ النكرة أو اسم إن أو اسم كان النكرة يتأخر، وده موجود قدامنا في المثال اللي قدامك. يبقى إعراب حياة خبر شبه جملة مقدم. طيب شخص اللي تحتيها خط تبقى مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. نكمل القطعة. تتغير وجوه وتتوالى أجيال لكنه يتمكن من عقولنا وقلوبنا أشد التمكين. هنقف هنا لحظة. عندي كلمة أشد. أشد ده اسم تفضيل، ده موجود عندكم بالمناسبة في دروس النحو تقريبا في الدرس السادس. ونعم ما نحرص عليه جواره ده أسلوب مدح. نعمة فعل المدح، والما فاعل اسم موصول، جواره ده المخصوص، فيكون الأكثر حضورا. حضورا تحتها خط، قلنا عينك على اللي قبلها. الأكثر هنا صفة ممنوعة من الصرف على وزن أفعل. ركز واكتب المعلومة دي. لما يجيلك اسم على وزن أفعل بعدها نكرة منصوبة تبقى تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح، يبقى حضورا تمييز منصوب بالفتح. عندما يعرض لنا عارض يؤلمنا، عندي خط تحت كلمة عارض، عينك على اللي قبلها واعرف نوع الجملة. عندي يعرض ده فعل. فاكر لما قلتلك دايما امسك الفاعل واسأله عن اي حاجة في الجملة، هيقولك الفعل ده هو الخباص اللي في الجملة. امسك يعرض واسأله مين اللي بيعرض، هيقولك عارض، يبقى عارض عندك هنا فاعل مرفوع بالضمة. السؤال اللي بعد كده استخرج من الفقرة السابقة ما يلي. 1 مخصوص بالمدح جائز التأخير، لسه قايلينها دلوقتي لما كنا في القطعة. ونعم ما نحرص عليه جواره لما قلت لك ده اسلوب مدح، والمخصوص بالمدح هنا جواره. 2 بدلا وبين نوعه. بدلا مكنونة ونوعه اشتمال. 3 منادى واضبطه. منادى عندك في القطعة تحت فيا عاقل، والضبط هتبقى عاقلون ضمة. جيم بين نوع المنادى في الجملتين. الجملة الأولى يا طالبات اجتهدنا في المذاكرة. عندي كلمة يا طالبات كلمة لوحديها بعدها في فاصلة، كلمة لوحديها ونكرة بعلامة الرفع تبقى نكرة مقصودة. المثال التاني يا طالبات اجتهدنا في المذاكرة، برضو كلمة لوحديها وهنا بعلامة النصب اللي هي الكسرة، يبقى نكرة غير مقصودة. دال رأيت أحمدا يشرح الدرس، صوب الخطأ. عندي أحمد عليها تنوين وده علم على وزن الفعل بنكتبه من غير تنوين. عندي بعد كده السؤال اللي بعد كده، في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة نطمئن؟ نكشف عنها في طمأنة، وده أصله فعل رباعي مجرد، وبنكتبها بالطريقة دي: باب الطاء فصل الميم مع الهمزة والنون، ما بنقولش الألف. وممكن نستبدل فصل نحط ثم أو مع. وبكده نكون انتهينا من إجابة تدريب التقييم الأول نموذج ألف الموجود في كتاب ملحق الامتحان، وموجود على القناة كورس تأسيس النحو وشرح دروس النحو، وكمان التقييمات والتدريبات السنين اللي فاتت كلها موجودة معاكم ما عدا الأسئلة الخاصة بشجرة الدر القصة مش عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش دعم الفيديو بالاشتراك.